كيف قلنا علاش الحقوق يخرج وفتح جهنم على القنوات وادعى انها كتاجر بالقضيه ديالو. ثم علاش هذه القضيه دائما كنبغيو نربطوها بالزروالي، مع العلم ان الزروالي ما كانت عنده حتى شي علاقه بهذه القضيه لا من بعيد ولا من قريب. ثم كذلك خروج بوعزة الجدرمي واللي هي كتقول ان الحقوقي تهددها بالشكايات لانها كتسبو كتعايرو ان داك الكلام اللي كتقول باش صحيح. ثم كذلك التنكر ديال تحفه من السنيه وضربها بالانكار وجيش القنوات اللي ما عارفاش اشنو كان واقع في هذا الملف. كاع هاد الامور غادي نتطرقوا ليها. سلام الله عليكم اينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن، واهلا وسهلا ومرحبا بكم. فيديو جديد، موضوع جديد، بارطاج اللايكات الله يخليكم بحال الورود المزينين المشاميم. عمركم ما تدبلوا باذن الله. وانا غادي نقول يا بسم الله. انا عييت ووليت محتار. الزروالي وعملية الإفطار وهما باغين يديروا معاه العار. الحقوقي شعل عليهم النار. تحفة قلب الطابلة وضربها بالإنكار. رسالة للقنوات وجيش الأنصار. الكولاسة يا سيدي كاينة بنهار. مقابلة قابلة الهزيمة والانتصار، واللي يساليوها بتعادل ويقتلوا الفار. اذا ندخلوا في الموضوع مباشرة. ما تنسوناش دعمونا في المحتوى ديالنا وشكرا لكم وعزاز وغالي. دابا الحقوقي باللي فتح النار على القنوات وبغى يتحاسب معاهم وتيقول لك اودي عنده ادله وحجوج الى اخره. واخا سيدي حنا متفقين حتى لهنا، لكن السؤال المطروح وكي قلنا واش غادي تقدر تثبت البراءة ديالك من التهم اللي موجهه لك، او لا انك عارف ان راه ما غاديش تقدر تثبت البراءة ديالك، وباش تغطي على هذه القضية انك تواجه مع القنوات اللي كانوا كيدافعوا عليك. وهنا غادي تدخل في مواجهة وغادي تنسيهم في البراءة ديالك. ثم ان خرج معزز الجدرمي واللي كتقول انك كتهددها بالشكايات. وحنا اشنو كنعرفوا في الحقوقي؟ كنعرفوا في الحقوقي انه تيقبل كل يدير الحق. علاش تيقولوا حقوقي؟ وانه بلي كينتقدوا الناس ما تيقبلش وكيولي يهدد. وهادشي علاش قلت حقوقي العنصريه، يعني انا حقوقي ولكن ما تهضرش عليا. اذا انت لاش حقوقي؟ حنا بلي كنهضروا فهاد بين قوسين على حقوق الانسان، لان تيقول لك الحقوقي كيتقبل اي حاجه اذا كان بصح كيدافع على الفساد. لكن اشنو قلت لكم انا؟ قلت لكم اودي راه تحفه غادي يخرج راسو من هذه القضيه وغادي يقلب الطابله وغادي يجيش الانصار ديالو وغادي يخرجوا العديد من القنوات اللي كيدافعوا عليه، ومنهم بوعزة الجدرمي والعيساويه واللي هي انضمت الى المديمي ولاو تيقولوا لها انك علاش تصالحتي مع الزروالي. هي ما تصالحاتش مع الزروالي، ولكن هي شنو قالت؟ قالت لك اودي واحد الوقت كنا في مواجهه بيناتنا، ضرب فيا ضربت فيه سالينا، ولكن الا كنت غادي نضرب انا في الزروالي على قبركم قلبوا من غيري، ولكن انا مشيت في الصف المدني حتى يثبت الحق للصح. لكن السؤال المطروح اليوم، واش المديمي غادي يستمر في المواجهه ديال هذه القنوات وهذا النقد؟ هذه وحده. ولا كيدير الشكايات بالقنوات؟ اذا هنا غادي نرجعوا للايام القديمه، يعني كيف كان كيدير بن حسين والعديد من الجمعيات انهم كيوليو كيخدموا بالقنوات، وهذه عمليه في حد ذاتها استرزاقيه. لكن السؤال اللي هو مطروح، علاش مثلا الحقوقي ما تواجهش مع الناس ديال بصح النيت، الناس ديال بصح؟ او لا كاينه كولاسه بيناتكم مثلا
كالتواو تراضي، وهكذا غادي تطمسوا الحقيقة. حقاش دائما حنا الحقيقة كنطمسوها، أحرام الحقيقة واش نخليوها تطلع. لكن أنا ملي كنشوف هاد القضية ديال المواجهة ديال القنوات، وأن كاينين حوالات وداكشي، اليوم تحت تيقول لك أتحداك أنك تثبت عليا شي حاجة. أنا عارفك أتحفة، أنت تخلي شي حاجة تثبت عليك، أنت حنش تقلب هاك وهاك. حتى السينية دابا داكشي كلشي من فضلك، عقاش انت دابا فيك واحد القضية اللي يخرج ينتقدك النصاب، ود الكلمة، ود العاهرة، حقاش باش كتبغي تقضي على الواحد في البلاصة. لكن دابا كي تنقولوا هانت وليتي واحد، وهانت ولاو القنوات كيدافعوا عليك، وانهم كيدافعوا على النفاق، ما كيدافعوش على الصح، راه ما كيدافعوش على الصح. وتا واحد ما بغى الحقيقة، حقاش الا كنا بغينا الحقيقة كلشي يمشي للقضاء. واش نقول، سيروا كلشي للقضاء وبلا ديك الخرجات. لكن السؤال مطروح، واش يقدر يتواجه تحفة مع المديمي مباشرة في لايف، وكل يحط اللي عنده وكل يحط كلامه، وهنا غادي نعبرهم في الميزان بجوج؟ يعني شكون اللي غادي يربح؟ هذه ما طرحتوهاش على الناس. اولا الحقوق النيت يدير مواجهة. الا كان مثلا تبدا شي حاجة على تحفة، تحفة أنا عارفة شنو كاين. علاش يقولوا لك دابا سموك الطبال، والحقوقي قال لك ولا الرقاص. هذا عطاو، ها انت الحقوقي اش قلت لك انا؟ قلت لك راه دابا باللي تواجهتي مع القنوات عاود جد راسك. اذا دابا عطاوك اسم الرقاص، لكن شكون اللي رابح في هذه القضيه كامله؟ هو السروال والله. هو السروالي اللي رابح، هاني مع راسو كيدير الخير. سمعتي ولا بغيت تلصقوا ليه الصينيه؟ مالو هو تينكر؟ هو الصينيه تيقولها مباشره، الصينيه تيقولها مباشره. وعلى القناه ديالو تعاونوا معنا بغينا نفطروا 200، تعاونوا معنا بغينا نفطروا 300، تعاونوا معنا بغينا نفطروا 1000. وانتم واش فطرتوا؟ واش فطرتوا اودي؟ فطرتونا الغدايد، فطرتونا الغدايد. هانتوما تقسمتوا تاني، هانتوما علمتوا الحرب، هانت شعلتيها ديال حقوقي. يلا اركبوا الخيل تاني. اللي ركب على شي قصبه نقولوا ليه برك العود. واش سيرتو القنوات دابا اللي ما عارفينش في هذا الموضوع وما عارفينش الكواليس الحقيقيه ديال هذا الموضوع، لان ما كانوا كيمشيو وما كانوا يهضروا عليه. عاد جاو من وراء داك الشيء عاد كيسمعوا على هذه القضيه ديال الحقوقي وكذا وهذه، ورا هذا ورا 3 سنين و3 سنين ديال العصا و3 سنين ديال الكشمير. الجيش المديمي والجيش الحمزاوي وك الحق. راه اشهد خير. اذا واش الحقوق غادي يستمر في المواجهه والتحدي ويثبت لينا ان راه الناس تجرب القضيه ديالو وكانت اموال طائله؟ ما غاديش تقول لي 2 مليون 4 مليون 8 مليون 10. ضرب لي من الفوق اذا كانت شي حاجه ديال الصح. ثم ان الاساتذه كيفاش غادي يتواجهوا معاك او لا تتواجه معاهم، او لا كاين شي حاجه الكولاسه مثلا دايره كيفاش نطفيو النار، فينك يا طافي النار. ولا طفات القضيه كيف قلت لكم انا عندي الشهاده ودرت صبعي وعطيتك تلحس. وهنا كيف تنقولوا ما كاين لا حقوقي ولا اشنو لا الجمعوي كاين. نتوما مالكم الجمعوي كاين راه تيفرق في الفطورات وداك الشيء، امال هادو راه شوف انا غادي نقول لكم حتى والله شي ما كاين شي واحد اللي كيدافع على شي واحد. ترى والله العظيم راه شي حنايا راه هاد المغاربه مشكلتنا مع النفاق. شي المشكله ديالنا دابا حنا ومع النفاق
وكندافعوا على الدولار ودفاعنا على الدولار وباش على بنادم وناري عليكم، وفي الاخر يقول لك انا كندافع عليك. انت اش كدافع عليا ولا تدافع على الاخر؟ هو كدافع على الدولار. الدولار ياك والله الا تلفتوني ما بقيتش عرفت اش غادي نقول. هذا الله معاكم، انا عييت. سالي استودعكم بالله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء.